عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي درتو؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله دائما تكونوا على خير وبخير وما ناقصكم حتى شي خير. كيف شاهدتوا معايا في الاول ديال هاد الصور، ان شاء الله اليوم مطبخ ساجع يوجد معكم السفنج المغربي بطريقة سهلة جدا وبمقادير اللي هي مضبوطة وبيان سور ناجح 100%. ما عليكم الا تتبعوا الطريقة اللي انا غادي نوريكم، وكذلك الطريقة ديال الطهي باش يجي ناجح معكم هذا السفنج هذا ويجي يعني من الداخل خاوي وما يجيش معجن وطيب. ما عليكم الا تتبعوا الطريقه اللي غادي نعطيكم، ونتمنى ان شاء الله الوصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم بطبيعه الحال كيف العاده. الا عجبكم لا فيديو ما تنساوناش بيان سور من اللايك ديالكم ومن البارطاج للقناه. غادي ندوزو دابا ان شاء الله للمقادير والطريقه ديال التحضير بالتدقيق. كيف كتشوفوا معايا في هذا لوبول هذا، انا غادي نعطيكم المقادير ديال 6 ديال السفنجات اللي هما كبارين ماشي صغار، ولكن نتوما بامكانكم تضاعفوا المقادير. كناخذ 2 كيسان ديال الماء اللي كيكون دافئ. كيف كتشوفوا هاد الكاس ديال الكاس الشاي المغربي، يعني كاس عادي ديال اتاي. بامكانكم ديروا عبار ديال كاس العنبه. انا هذا الكاس ديال الشاي راكم عارفينه المتداول عندنا. في هذا لو بول هذا كندير 2 ديال الكيسان دافيين، معلقه كبيره ديال الخميره ديال الخبز. انا هذه المعلقه هذه راها معلقه كبيره، يعني ماشي بومبي عامره بزاف، ولكن معلقه كبيره ديال الخميره ديال الخبز. كذلك مع هاد 2 كيسان ديال الماء دافئ ومعلقه كبيره ديال الخميره كنضيف واحد المعلقه ديال السكر حبيبات، انا راه تحذف لي المقطع. كنضيف معلقه ديال السكر حبيبات وكنبدا كنخلط. هنا مسرع عليكم الفيديو واحد شي شويش. كنبدا كنخلط المقادير. هنا كيف قلت لكم كنجيب هذا الميكسور برا، هو اللي كنحاول انني كنطرب به هاد العجينه باش كتحيد ليا هذوك الحبيبات اللي كيكونوا في وسط منها. بامكانكم نتوما ديروا هادشي كلشي في الخلاط الكهربائي. العجين باش ما يبقى لياش الحبيبات. هنا كيف شفتوا كيف قلت لكم يعني 2 ديال الكيسان ديال الدقيق مع 2 كيسان ديال الماء مع معلقه كبيره د الخميره ومع معلقه صغيره ديال السكر. كنخلطهم جيدا، ومن بعد كنعاود ندير هاد الطراب الكهربائي، ومن بعد كنضيف هنايا الملحه والكاس الثالث ديال الدقيق. هنا من بعد ما كنضيف الملحه ونضيف الكاس الثالث ديال الدقيق كنبدا كنخلط يعني بشويه بداك الخلاط الكهربائي، ومن بعد كنزولو وكنبدا هنا كنستعمل يديا. كيف كتشوفوا كنستعمل يدي كنخلط جيدا بيديا. وبالنسبه للكاس الرابع فهو يعني ما جانيش كاس رابع، يعني رابع كله، يعني الكاس ما كملش الكاس الرابع. كيف كتشوفوا هنا الكاس الرابع خديت منه فقط ربع، يعني بقى لي النص على حسب الدقيق ونوعيه ديال كل وحده. من بعد هنايا كيف كتشوفوا غادي نخليها ترتاح واحد 14 دقيقه. من بعد ما كترتاح لي العجينه 14 دقيقه كنعاود نرجع ليها، وهنا كنجيب واحد السليفه اللي كندير فيها الماء، وكناخذ العجينه ديالي كنحاول انني كنهزها بحال هذا الشكل هذا اللي كتشوفوا. من بعد ملي كنزولها بحال هكذايا كنعاد ديك الساعات كنعاود نخلي العجينه تخمر على الاقل كيف كنقول لكم واحد الساعه الا ربع، لانه الحال دابا سخون فراه كتخمر العجينه بسرعه. انا هنا خليتها صراحه ساعه ديال المكانه، خليته يخمر على خاطرو تخمر مزيان وتضاعف الحجم ديالو. عاد غادي نشكلو كيف غادي تشوفوا معايا. وهنا كيف كتشوفوا من بعد ما يعني غادي تشوفوا معايا العجينه ديالي خمرات وتضاعف الحجم ديالها. فانا هنا يعني راني درت تقريبا 3 ديال الكؤوس ديال الدقيق ونصف. هذه هي الكميه كلها ديال الدقيق، وغادي تلقاو يعني المقادير بالتدقيق في صندوق الوصف. هنا كنجيب واحد شويه ديال الزيت كيف كتشوفوا فهو كيتلصق تبارك الله وكيجي مجعب من الداخل هاد السفنج هذا. ما عليكم الا تجربوا هاد الوصفه هذه اللي انا عطيتكم بهذه الطريقه، فهي ناجحه 100%. حتى ولو كانت يعني الاخت غتكون يعني مبتدئه فهو سهل بالنسبه ليا. كنقطعوا هكا دوائر
وكنجيب واحد الصينيه وكنعملو فيها باش منين نجي نقلي يجيني سهل انني نهزو. فهو فريمون كيكون كيتلصق بزاف، العجينه يعني خفيفه بزاف، ولكن ماشي مشكل، بهذيك شويه ديال الزيت اللي كنديرو في يدينا كتعاوننا. هنا انا قطعته يعني 6 ديال الكرات، خديت فقط 6 ديال الكرات من هذه الكميه اللي انا عطيتكم، باش قلت لكم الا بغيتو ديروا اكثر ضاعفوا المقادير. هنا من بعد ما صافي درت يعني 6 ديال الدوائر، غادي نمشي ديريكتومون باش نقليه. بالنسبه لطريقه القليان، كناخذوا مقيله كنديروا فيها شويه ديال الزيت، وخديت انا هنا مقله صغيره، وبيان سور باش يجيني شويه الاناء الثاني فيه الزيت بزاف، درت في كاسروله يعني درت فيها كميه اكثر ديال الزيت. فكناخذ المقله الاولى وكندير فيها هذيك السفنجه حتى تبدا كتشمع وتشد راسها، ومن بعد كنزيد كنهزها للمقله الثانيه اللي كيكون فيها الزيت اكثر غزاره، تما كنبدا كنخليها كتحمر. كونوا اكيدين هاد الطريقه هذه اللي عطيتكم، فراه السفنج كيجي مجعب وكيجي غزال وطايب. نتمنى بطبيعه الحال الوصفه ديال اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم. تسمعوا معايا القرمه. كيجي غزال، كيف سمعتوا معايا فهو كيجي مقرمش، كيجي غزال. وهنا راه كان سخون البنات فاش كنت كنقطعو معاكم، يعني باقي طايب تي فلفل بالسخونيه. قطعته معكم من الداخل باش شوفوا الباخ ديالو راه مازال كتطلع، باش تشوفوا بانه كيجي مجعب، ما كيجيش نهائيا معجن، كيجي غزال هاد السفنج هذا. نتمنى الوصفه ديال اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم. ما تبخلوش علينا بلي لايك ديالكم، بالبارطاج ديالكم للقناه، وكذلك بالاشتراك ديالكم معنا في القناه، باش نزيد ان شاء الله القناه ديالنا تكبر وتعم الفائده. دائما كيف كنقول لكم القناه ديالي فهي قناه متخصصه للاكلات اللي هي بسيطه، يعني في المتناول ديال الجميع.